تقولوا لي إيه أكتر حاجة بتحبيها لمّا تدخلي محل أكل سوري كده، أقول لكم شوية المخلل اللي بيتحطّوا جنب الشاورما دول بالنسبة لي العشق، عشان كده عملت الليفت بالطريقة السوري وتعالوا أقول لكم عملته إزاي. أول حاجة عندي كمية من الليفت قطّعته slice كده مدوّر زي ما أنتم شايفين، طبعًا ده بعد الغسيل وقطع الراس والجزء اللي بيكون من تحت كمان. وطبعًا القشرة الخارجية دي ما بتتشالش، بنسيبها موجودة، لإن دي اللي بتحفظ قوام قطعة اللفت، وخاصةً لو متقطّع دواير زي ما أنتم شايفين كده. المهم اللفت ده أنا كنت مقطّعاه كده ورشّيت عليه شوية من الملح، الملح وظيفته هنا إن هو بيقلل الطعم اللاذع اللي ممكن يكون موجود في اللفت. أنا سِبته حوالي نُص ساعة، ممكن نسيبه لحد ساعتين، بس أنا ما كانش عندي وقت ساعتها، فاستخدمته بعديها على طول. هو بينزّل مَيّة كده زي ما أنتم شايفين بنتخلّص منها ونقدر نستخدمه بعد كده. كمان جهّزت قطعتين من البنجر متقطّعين نُص دايرة زي ما أنتم شايفين كده، ممكن تستخدموا كمية بنجر أقل من كده، بس إحنا already بناكله وعشان كمان عايزاه يدّي له اللون الحلو اللي أنتم شُفتوه ده. بس لو أنتم حابين تدّوا له لون بسيط ممكن تحطّوا نُص حبّاية أو ما تحطّوش خالص فبراحتكم. وكمان استخدمت جزر كنت مقطّعاه حلقات سميكة زي ما أنتم برضه شايفين، والجزر مع اللفت بيبقى طعمه حلو أوي. الكميات بقى الجزر أو اللفت زي ما أنتم عايزين مش هتفرق. المهم جِبت بعد كده البرطمان مغسول ومتعقّم كويس ونضيف، وضِفت فيه اللفت في الأرضية أول حاجة، وبعد كده ضِفت عليها طبقات من البنجر وطبقة من الجزر، ورجعت تاني حطيت بنجر وهكذا، وفضلت لحد ما خلّصت الطبقات كلّها من الجزر والبنجر واللفت. وآخر حاجة حطيتها على الوش كانت شوية من العروش بتاعة اللفت حطيتها فوق كده بحيث تبقى هُم اللي قافلين البرطمان من فوق، فما فيش أي حاجة من الحاجات الأساسية اللي تحت اللي هي الجزر واللفت والبنجر تطلع على الوش ويبقى هُم بمثابة المحبس بتاع البرطمان. وبعد كده جهّزت محلول التخليل وهو عبارة عن إن كل لتر من المَيّة بياخد 4 معالق ممسوحة من الملح، المعالق دي اللي هي بتاعة الأكل، وبياخد نُص معلقة من السكر، وما بنحطش خل أبدًا، أبدًا، أبدًا. والملح يُفضّل إن هو يكون خشن أو حتى لو هو ناعم بس ما يكونش مُدعّم باليود، لإن اليود هو اللي بيخلّي المخلل يتهري. أنا استخدمت ملح خشن ودوّبته الأول في المَيّة مع السكر، وبعد كده مليت بيه البرطمان لحد آخره، وبعد كده جِبت كيس من أكياس اللي هي مفارش الأطباق دي، طبّقته كده وحطيته على البرطمان، ومن فوقيه حطيت الغطا، بحيث يكون البرطمان محكم الغلق، وما فيش فرصة لأي هوا إن هو يدخل جواه، ويكوّن عندي أي ريم أو أي حاجة غير مرغوب فيها. دلوقتي بقى بعد ما عدّى 6 أيام نقدر نفتح عليه. طبعًا إحنا نقدر نفتح قبل كده لإن التقطيعة بتاعتنا مش سميكة، ممكن بعد 4 أيام أو 3 كمان بالنسبة للتقطيعة دي، بس أنا ما كنتش موجودة في البيت ففتحت عليه بعد 6 أيام لمّا كنت رجعت. الأول هنطلّع عروش اللفت على جنب كده، اللي أنا كنت قافلة بيها البرطمان، وعلى فكرة العروش دي برضه بتتاكل وبتتخلل وبيبقى طعمها حلو أوي. شوفوا بقى معايا الجزر واللفت، شوفوا لون اللفت يجنن إزاي وكمان لون المَيّة تحفة، تحفة، تحفة. اسمعوا كده صوت القرمشة بتاعة اللفت، وكمان قرمشة الجزر، وكمان البنجر واخد طعم اللفت وطعمه حلو أوي، ومنه كمان بنستفيد بفوايد البنجر. ده كده وكان عدّى عليه 6 أيام، حاجة في منتهى الحلاوة والجمال. يعني أنتم لو فتحتوا عليه قبل كده كمان هيكون بيقرش أكتر. جرّبوا على طريقتي اللفت مالي السوق الفترة دي وإن شاء الله هيعجبكم. أنا سارة هلال، لايك وfollow لو الفيديو ده عجبكم. أشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. باي باي.